اسمع هذه القصة. كان هناك شاب يصلي ويصوم ويعين الناس، ومع ذلك كان يشعر بشيء داخله يؤرقه. لماذا؟ رغم كل ما أفعل لا أشعر بأن الله يحبني. هذا الإحساس ظل يلازمه حتى جاء يوم وجلس في المسجد، فسمع شيخا يقول: ليس كل حب لا بد أن يحس، أحيانا يحبك الله حبا عظيما، لكنه يختبر صبرك ليرفعك درجات عنده. العلامة الأولى: أن تكون مبتلى. نعم، الابتلاء ليس دليل غضب، بل قد يكون من علامات الحب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فإن كنت تمر بمحنة فاصبر، فذلك دليل محبة. العلامة الثانية: أن توفق للتوبة، تخطئ ثم تندم وتبكي وتعود إلى الله، هذا لأنك لست منسيا بل محبوب. العلامة الثالثة: وجود أهل الخير من حولك، أن يرزقك الله بصحبة صالحة تعينك وتوجهك، تلك نعمة لا ينالها كل الناس. العلامة الرابعة: حبك للطاعات، أن تشعر براحة في الصلاة وتأنس بذكر الله وتخشع لسماع القرآن، ذلك من أثر محبة الله في قلبك. العلامة الخامسة: أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ولا تنسى أن تصلي على النبي